وقد بدا للضباط الأحرار في ذلك الوقت أن الملك فاروق على وشك إجراء حملة تطهير في الجيش، فقرر الضباط الأحرار سرعة التصرف. فبعد ذلك ب3 أيام فقط، وفي 23 من يوليو عام 1952 خرجت دبابات الجيش واحتلت كل المرافق الحيوية في القاهرة. لقد حققت الثورة نجاحا عظيما رغم اعتمادها على مجموعة صغيرة من الضباط، ولم تستعد لها بالاحتياطات المناسبة. ففي خلال ساعة واحدة كان الضباط الأحرار والقوات الخاضعة لهم قد احتلوا كل موقع حيوي في القاهرة والمدن الكبرى. واختار الضباط الأحرار اللواء محمد نجيب قائدا لهم ورئيسا لمجلس قيادة الثورة، بما يمثله لديهم من قبول لدى الجيش والشعب. طب لنا سوى مصلحة البلاد. وكان البدباشي أو المقدم أركان حرب جمال عبد الناصر هو المحرك الأول والقوة الأساسية للثورة المصرية. ووقت قيام الثورة كان فاروق مقيما في قصره بالإسكندرية، وعندما أيقظه حارسه الخاص وأبلغه بالانقلاب اتصل هاتفيا بالسفير الأمريكي فأبلغه بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد قررتا عدم التدخل لمساعدته. واستسلم فاروق للضباط الأحرار الذين لحقوا به في الإسكندرية، وحاصرت قواتهم قصر رأس التين مستعدين لإحباط أي محاولة مضادة للثورة. وظل فاروق ينتظر 3 أيام بينما كان الجدال دائرا بين رجال الثورة لتحديد مصيره، فرأى بعضهم تقديمه للمحاكمة، ورأى بعض منهم مثل جمال سالم إعدامه دون محاكمة، ولكن جمال عبد الناصر ومحمد نجيب فضلا إقصاءه عن البلاد في سرعة وأمان ليتفرغا للثورة. وقد أعد قاضيان من المحكمة العليا الصيغة الرسمية لتنازل الملك فاروق عن عرشه، وكان نصها كالآتي: نحن فاروق الأول لما كنا دائما نسعى لسعادة وخير شعبنا ونرغب بإخلاص في إنقاذهم من المتاعب التي ظهرت في هذا الوقت العصيب، ومن أجل ذلك فإننا نخضع لإرادة الشعب، وقد قررنا التنازل عن العرش لصالح وريثنا الأمير أحمد فؤاد. وفي هذه الوثيقة أعطي أوامرنا لسعادة علي ماهر باشا أن يتصرف طبقا لذلك. وقد وقع فاروق الوثيقة مرتين لأنه شعر بأن التوقيع الأول ليس سليما تماما. ووافق مجلس قيادة الثورة على إمهال الملك فاروق 7 ساعات فقط لمغادرة البلاد، ومعنى هذا أنه لم يتمكن من أخذ إلا القليل من ثروته الطائلة في مصر، لأن كل مجوهرات الأسرة وودائعها الثمينة كانت في القاهرة، لكنه يمتلك ثروة طائلة أودعها في بنوك سويسرا توقعا لمثل هذه الظروف. وفي الساعة 6 من مساء 26 من يوليو عام 52 ذهب اللواء محمد نجيب والسفير الأمريكي إلى الإسكندرية لتوديع الملك فاروق وأسرته، وكانت كلماته الأخيرة لنجيب: إن حكم مصر ليس سهلا كما تعلم. وكان فاروق قد أصر قبل توقيع وثيقة التنازل عن العرش على أن يخرج في وداع رسمي ب21 طلقة. وأحدثت الثورة المصرية ضجة عالمية،
باركها الشعب المصري لأنها كانت انقلابا أبيض لم ترق فيه قطرة دم واحدة، قام به 1000 جندي وضابط من جيش عدده 100,000 جندي. وخرجت جماهير الشعب المصري من كل صوب وحدب تحتفل بالثورة. ولما وجه قائد الثورة اللواء محمد نجيب كلمة لجموع الشعب المصري فاضت عيناه بالدمع فرحا بتأييد الشعب المصري بالثورة.